السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. موضوعنا لهذه اليوم تسجيل حساب في منصة باينانس. قبل ما نبدأ بالشرح أحبابي وأعزائي، القناة محتاجة لدعمكم باشتراك ولايك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. بعد ما نقوم بتنزيل تطبيق باينانس نقوم بفتح التطبيق. يقول لنا أخبرنا عن نفسك، هل أنت متداول جديد أو متداول محترف؟ وتقوم باختيار أحد الخيارات. إذا كنت جديد بتقول أنا جديد في مجال العملات الرقمية، بتضغط فوق هذا الزر. بعد ما نضغط على انا متداول جديد بيطلع معي واجهه تقول لي ادخل البريد الالكتروني او رقم الهاتف. بعد ما نقوم بادخال البريد الالكتروني او رقم الهاتف ندوس على تالي. ثاني شيء التحقق من بريدك الالكتروني، يعني رمز تحقق يوصلك الى بريدك الالكتروني، تروح تنسخه ثم تلصقه بهذا المربع ثم تدوس على تالي. بعد ما ندوس على تالي بيطلع معنا هذه الواجهه يقول لك مرحبا بك، هل قام شخص بدعوتك؟ يعني هل قابلك حد الرابط حقه وانت دخلت عن طريقه؟ اذا قابلك حد الرابط حقه وانت دخلت عن طريقه قل لي نعم. اما اذا انت دخلت جوجل نزلت التطبيق تقول لي لا انا جديد، يعني ما حد دعاني، وبتختار احد الخيارين نعم او لا ثم تدوس على تالي. معنا هذه الواجهه تقول لك دعنا نكمل توثيق هويتك. يقول لك حدد مكان اقامتك وتبع الخطوات. هنا بتقوم تختار اول حاجه الدوله اللي انت تعيش فيها، الاقامه، مكانك اين انت جالس، هل انت بالمملكه العربيه السعوديه، باليمن، باي دوله ثانيه. بتختار الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا ثم بتضغط متابعة. معنا هذه الواجهة تقول لك ادخل اسمك الأول واسم الأوسط واللقب. تقوم بإدخال اسمك الأول واسمك الثاني ولقبك ثم بتقوم بالضغط على متابعة. بعدين يقول لك ما هي جنسيتك، تقوم بإدخال جنسيتك. الخطوة التالية ما هو تاريخ ميلادك، تقوم بإدخال تاريخ ميلادك، التاريخ الذي مسجل في البطاقة الشخصية أو جواز سفر أو الوثيقة اللي بتوثق فيها حسابك. ثم بتقوم بإدخال عنوان لمنزلك، عنوان الشارع، أهم شيء تدخل المدينة والمنزل وعنوان الشارع ورقم الشارع إذا كنت بشارع أو رقم العمارة. هو بيطلع لي الاقتراحات، أنت بتختار أحد الاقتراحات. معنا الخطوة الأهم وهي التحقق من الوثيقة. نوع الوثيقة بطاقة الهوية، وطنية الحكومة أو رخصة قيادة أو جواز السفر. أنت بتقوم باختيار الوثيقة الذي أنت بتوثق بحسابك، اللي تكون إيش وثيقة سارية المفعول، واضحة، صورة، تكون يعني مش منتهية. طبعا أنا بختار جواز السفر. بعد ما اختار جواز السفر أضغط متابعة ثم هنا يقول لي ايش التحقق من الوثيقة. التقاط صورة لجواز سفري، يعني تكون ارفع الصورة واضحة، تتأكد من ان جميع التفاصيل مقروءة في الصورة التي رفعتها، تأكد من ان الوثيقة اصلية وغير المهم. بعد ما نقوم بتصويرها صورة واضحة ونرفعها ويتم قبولها وتظهر معنا هذه الواجهة اللي هي ايش الوثيقة مرفوعة، خلاص يعني جاهز. الان بنضغط متابعة. هنا الان معنا الخطوة الجاية اللي هي التحقق من الهوية. يعني ايش تحقق من الهوية؟ يعني هل انا انسان او بوت او ريبوت او ذكاء اصطناعي؟ اهم شيء يتحقق من الهوية، تمام ما فيش مشكلة. بس هناك شروط للتحقق من الهوية. يقول لك يرجى اتأكد من ان واجهك مرئي بوضوح ولا يوجد اي شخص في الخلفية، زيادة سطوع الشاشة الى الحد الاقصى، منطقة فضاء جيدة بدون نظارات او قناع او قبعة. نقول له متابعة، يفتح معنا الكاميرا ثم نقوم بتصوير. بعد ما نكمل التصوير تظهر معنا هذه الواجهة. يقول لك ايش قيد المراجعة، ستتلقى اشعار عبر البريد الالكتروني تطبيق عن انتهاء من الوقت المقدر للمراجعة 30 دقيقة. خلاص هنا كملنا الخطوات. باقي معنا نستنى انه قبلوا حقنا توثيق الهوية او لا. خلاص الان ننتقل الى المنصة، نقول له انتقل الى الصفحة الرئيسية. هذه الصفحة الرئيسية صفحة المنصة الرئيسية اللي هي السوق، التداول والمحفظة. الآن معنا الخطوة الأولى تحقيق، معنا الإيداع، تحويل العملات. في الأخير لا نقول لكم وداعا ولكن إلى لقاء جديد إن شاء الله وشرح جديد. لا تنسونا من اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس ليصل كل جديد. إلى اللقاء.